السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ويا مرحبا بالجميع. طبعا اليوم خلينا نعمل مقارنة بسيطة بين سندس اللي تأهلت إلى الربع النهائي وبين بشار محمد اللي تم خروجه من تصفيات. وخلونا نشوف كل واحد يعطينا رأيه. بس قبل ما ندخل تشاهد الفيديو اضغط على اشتراك. تحياتي لكم. بسم الله. المشتركة اللي بنسمعها الآن خذت 3 نعم. نبدأ مع سندس. ولجنة التحكيم حبوا صوتها كثير. رحبوا معاي بسندس الرماح. لما أخذت 3 يس حسيت في الفرح والسعادة. انت اليوم كنت مايل المسرح بشكل مش طبيعي. ما شاء الله عليك. خلينا نشوف الحلقة حق اليوم. اليوم مرحلة تصفيات، فالمرحلة أصعب. I get wings to fly, I feel that I'm alive. اخترت اليوم أغني ميكس عشان أبيهم يشوفون موهبتي في العربي والإنجليزي. زوروني كل سنة مرة، حرام تنسوني بالمرة. في حاجة مهمة كمان وانت قاعد تغني قاعد اسمع في حروف ابغى اسمعها اوضح كثير، اللي هي فتحة الفم. فك فمي. زوروني كل سنة مرة مرة. بعض الأحيان ما أفتح فمي كثير، بس أنا خلاص أنا الحين تعودت إني أفتح فمي، فإن شاء الله اليوم بسويه. يلا تفضل يا سندس. رجعنا من الفاصل. اليوم إن شاء الله بإذن الله باخذ 3 يسات. هذا الآن صوت سندس. خلونا نشوف. ذكريات مرة. الكل يدخل يكتب بالتعليقات. صوتها رهيب، صدق صوتها رهيب، صوتها حلو. احسنت يا سندس. شايف الفيس؟ كان قلوب صار كذا على القفلة. على القفلة بس. بشكل عام أنا حبيتك بالإنجليش بكثير من العربي، يعني لازم تدربين أكثر. خلينا نقولها بالإنجليش براكتس لو سمحتي، أكثر بالعربي لأن محتاجين هويتنا وحلو الدمج هذا. عاجبني بالإنجليش بشكل مش طبيعي، وعشان هذا الموضوع أنا أعطيتك صوتي اليوم. كارمن. يا سندس، الأغنيتين عجبوني. أدائك جميل، وقفتك حلوة جدا. بس أنا كان نفسي أتبسط أكتر. صوتك فيه حياة. إيه؟ يعني لما تغنين الكل يحس إنه في الانرجي تتغير. صوتك فيه حياة ما شاء الله تبارك الله، وهذه ميزة. أتفق مع فؤاد في نقطة إنه أنت بالعربي محتاجة تشتغلين أكثر، بما إنه أنت ما شاء الله في الإنجليش شاطرة. القفلة ماني راضية عليها أبدا، بس هذا لا يمنع أنك أديتي كويس وكنتي بطلة. برافو حبيبتي. يا سندس وش هالإبداع؟ 3 نعم. توقعتي تاخذ 3 نعم؟ لا والله ما كانت متوقعة. ما كان خلاص.
كانت خايفة. كان في مخاوف امس؟ ايه اوكي كانت خايفة. بالتوفيق. يلا يا طارق. اهلا يا سندس، او اهلا يا فروزن اقول ولا مولان؟ اهلا وسهلا، تفضلي هنا. مين اكثر واحد من اللجنه اثر فيك الملاحظه حقته؟ داليا. داليا. كلامها كان صح 100%. ها؟ ايه. القافله فيس يبكي. بس القافله هذه تب بعد الثلاثه يس الواحد يعني يزيد من عنده عواطف. مبسوطه اليوم؟ ايوه. طيب تحيه لسندس يا جماعه الخير. يعطيك العافية. دائرة الكسر. الان المشترك اللي راح نستمتع بأداء الليلة عنده نبرة مميزة وأثار إعجاب اللجنة وتحديدا داليا. رحبوا معي بشار محمد. ادخلوا التعليقات واكتبوا لي آراءكم. هل بشار محمد ولا شو اسمها هذه سندس؟ نحن اليوم بمرحلة التصفيات، واليوم راح أغني أغنية طلي هلي، وهذه الأغنية الوحيدة اللي أنا أحس نفسي فيها إن أنا أجيب أداء قوي. خلونا نشوف. طلي هلي يا مر الزمان. اوكي، قلنا بنفتح تمنا. اول شي دقنك بده يكون دغري هيك، صح؟ ما بدنا نعلي راسنا ابدا هيك، لانه بنصير عم يبين عم نشد كثير على صوتنا. احنا بنتدرب مع مدرب الصوت علشان يعني نطلع بأداء أفضل وأجمل. هلي طلي هلي يا مر الزمان. ناخد وقتنا، ما بدي العصبية، هي العصبية اللي انت هيك كل الوقت شادد وبدك تخلص يلي عم تعمله، ما بدنا نعمل هيك. إن شاء الله أنا أجيبها بشكل أفضل وجميل جدا. إن شاء الله اليوم إن أنا أجيب 3 نعم بإذن الله. لا بيغني حلو، بيغني. يا سلام. الله الله الله. يلا يا كامل. الله الله ما شاء الله. الصوت انا بالنسبه لي أخذ 2 نعم. صوته شكرا. خرافي شكرا. خرافي أنا خرافي. لو بالقلم لونت في خط تنرفزت لأن تنرفزت. بشار انا بحب صوتك قوي بجد. الله. يعني انا كان نفسي يعني اللي هو ايه تغني احسن من كده، بس انا بحب صوتك قوي فانا ما قدرتش. بشار صوتك حلو، وهذا اللي يخلينا كلنا ما نقدر نقول أي شيء. بالنسبة لي حسيت إنه الأغنية ما أعطيتها إحساسك، بس قاعد تغني وقاعدة أشر لك بقول لك إحساس، بس هذا لا يمنع إنه صوتك حلو. توفيق يا حبيبي. شكرا. تدري بشار، انا ايش كاتب هني؟ انا كاتب هذا البشار فاهم صوتك، انت انسان فاهم صوتك وعارف قدراتك، وصوتك من الاصوات المطوعه. يعني في الحلقات الاولى غنيت عراقي ابهرتني. المره هذه انك تغني هذه الاغنيه قمر الزمان، انا استغربت قلت يا رب تقولها حلو. انت قادر تقولها بس في شيء قاعد يخونك، ما ادري، كنت مستعجل اكثر، كان يبيلها يعني سلطنه اكثر. بس هذا ما يمنع ان صوتك حلو واحساسك حلو، وانا مؤمن بقدرات صوتك، انت فنان فاهم ايش عندك. يا حبيبي الله يعطيك العافية. أخذت 3 نعم. روح انبسط شوي هناك عند طارق. محمد، بشار يحب التحدي، حسيت فيختار اغاني صعبه.
الأمور إلى الآن قاعدين نفرح مؤقتا، لكن على قولتك العبرة في الخواتيم. مرحبا يا بشار، أهلا وسهلا. أنا شايف الآن الكل يفرح، وأنا أقول الفرحة اليوم في النهاية بعد الإقصاءات. إن شاء الله تسلم. على المسرح كيف كان إحساسك؟ في توتر شوية. والآن؟ خلاص. تحية لبشار، صوت الحنون ما شاء الله. يعطيك العافية طارق، بالتوفيق يا بشار، نشوفك آخر الحلقة. طبعا وصلنا الى اخر المقارنة، وادخل التعليقات واكتب لي رأيك، مجرد رأي. هل سندس نالت التأهل لربع النهائي فعلا تستاهل، او كان بشار محمد يستاهل التأهل؟ ايهما افضل؟ اكتب لي رأيك بالتعليقات، وتحياتي وشكري لكم جميعا. لا تنسى ما تحط اللايك والاشتراك. في امان الله.